طيب دي بقى لترتيب القيم اللي قدامي دي. لما اجي ارتب بقى حسب المطلوب تصاعديا، يعني من الاصغر للاكبر. تنازليا العكس، من الاكبر للاصغر. اول حاجه اعملها لازم اخرج بره القيم المطلقه، دي هتكون باربعة ودي هتكون بواحد. ماشي. اصغر حاجه ايه؟ هتاخد العدد السالب. اول حاجه السالب اتنين اهو. بعد كده مفيش سالب تاني، هتلاقي عندك الموجب والصفر، يبقى الصفر. بعد كده الواحد. بعد كده القيمه المطلقه الاربعه. اخر حاجه مين؟ الخمسه. حط دي جوه القيمه المطلقه. ماشي. تمام. تمام. طيب رقم حرف الباء تعرف تحلها؟ يلا معايا. اول حاجه نخرج بره القيمه المطلقه. هتبقى أول واحدة تبقى 3، وسالب 4 دي هتبقى 4. ماشي، دي هتكون تلاتة ودي هتكون أربعة ودي هتكون خمسة. تنازليا يعني من الأكبر للأصغر بقى. يعني أكبر حاجة هي الخمسة. أكبر حاجة. ماشي، ليه القيمة المطلقة الخمسة. بعديها ليه السالب 4، ثواني، لا. اللي هي جواها القيمة المطلقة سالب. اسمها يا عمر، اسمها القيمة المطلقة، تنطق كده القيمة المطلقة. تمام. ماشي. مم. بعد كده. هي اسمها مطلقة 3 سالب 3. اه، القيمة المطلقة لسالب تلاتة، صح. بعد كده. عنديها سالب 3 بعديها سالب 4. تمام. حرف الجيم يلا. عندي هتبقى 11 زي ما هي. ثواني، أيوه. و اللي هي سالب 3 دي هتبقى 3 من 10، 3 و1 من 10. يبقى تلاتة وواحد من عشرة، صح. عايز يرتب تصاعدي يعني من الأصغر للأكبر. طبعا من الأصغر للأكبر، طبعا القيمة المطلقة الاتنين دي هتبقى اتنين. من الأصغر للأكبر أول يعني أنت حاجة تاخد هتبقى السالب بقى. ماشي. أول حاجة تبقى سالب 3/4. لا، واحد ونص. سالب واحد ونص ده أصغر. بعد كده يليه السالب تلاتة على أربعة. ماشي. بعد كده الصغير ماشي. مين بقى؟ بعديها الاتنين. اللي هي القيمة المطلقة الاتنين، صح. بعديها 3 و1 من 10. صح، اللي هي 11. القيمة المطلقة لسالب تلاتة واحد من عشرة. آخر حاجة القيمة المطلقة لحداشر بس. يلا نكمل. رتب تنازليا بقى. همسح بقى كل الكلام اللي فوق ده. طبعا دي تبقى بالموجب 13 ونص اهي. دي هتكون 20، لا دي زي ما هي لانها اصلا مش جوه القيمه المطلقه. القيمه المطلقه لسالب 18 تبقى 18، القيمه المطلقه لسالب 5 هي 5. تنازلي من الاكبر للاصغر. اكبر عدد ايه يا عمر؟ قول لي. أكبر عدد هو 3 و1 ونص. ثواني. لا. اكبر حاجه القيمه المطلقه لسالب 18، صح، لانها تبقى موجب 18. صح. أي.
بعد بعديها كده 13 واحد صح، القيمة المطلقة ل 13 ونص اسمها القيمة المطلقة يا عمر. ماشي. بعديها الاتنين وتسعة على عشرة. ثواني، لا القيمة المطلقة لسالب بعديها 5 الأول يا عمر، يا عمر. القيمة المطلقة لسالب 5 الأول. بعد كده 2 و9 على 10. ماشي. آخر حاجة اللي هي السالب 20.1 بس. تمام. 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 طيب تعالى نجاوب كده على السؤال الثامن الأول. ماشي، ولو فضلنا وقت نرجع على السؤال السابع. بيقول لك أكمل ما يلي. القيمة المطلقة للعدد صفر هي. ها. نعم. قيمة مطلقة. قيمة مطلقة للعدد صفر هي. اه. يعني ايه؟ القيمة المطلقة لصفر ايه؟ يعني لما يقول لك كده يساوي كام؟ طيب. تمام، شاطر. ساعات يقولها بالعربي لفظين كده وساعات يحطها بالرموز. ماشي. حرف الباء. إذا كان القيمة المطلقة لإكس يساوي 3 فإن قيمة إكس تساوي كام؟ ها. يبقى الإكس بكام؟ سامعني يا عمر؟ يا عمر سامعني؟ القيمة المطلقة لإكس يساوي 3 فإن قيمة إكس، إحنا قلنا لما الإكس تكون جوه القيمة المطلقة هتاخد إيه؟ قيمتين بالموجب أو بالسالب، فهتكون 3 أو -3. طيب بالنسبة لسؤال جيم، إذا كان القيمة المطلقة لإكس يساوي خمس فإن إكس يساوي برضو خمس أو -5. خلي بالك مش سامعاك خالص، الظاهر إن أنت عندك مش حلو. إذا كان ماشي. القيمة يعني بي تساوي القيمة المطلقة لسالب 7 فإن قيمة بي تساوي إيه؟ لا هنا بقى الإيه البي، لما يقول لك البي بره القيمة المطلقة هي ملهاش دعوة بقى طبعا. يبقى البي هتكون بإيه؟ تخرج السالب 7 بره القيمة المطلقة بموجب 7. تمام؟ القيمة المطلقة لأي عدد عدا الصفر دائما تكون إيه؟ عدد صفر تاني. تكون إيه؟ موجبة. صح؟ مش إحنا قلنا أي قيمة مطلقة لأي عدد ما عدا الصفر بيكون موجبة؟ أصل أنا ببعد الصفر ليه؟ لأن الصفر مش هينفع أقول موجب أو صفر أو سالب 0. موجب صفر لا، الصفر لا سالب ولا موجب. سالب 16. تمام. العدد السالب بقيمة مطلقة أكبر من 16 هو. سالب 16. لا، السؤال ده مختلف، هو بيقول لك إيه؟ العدد السالب بقيمة مطلقة أكبر من ال16. يعني أنا دلوقتي عايزة عدد سالب لما أجيب له قيمة مطلقة هيكون أكبر من موجب 16. ممكن نقول له إيه؟ القيمة المطلقة لسالب 17، أو القيمة المطلقة لسالب 19، أو القيمة المطلقة لسالب 20 مثلا. هيخرج كل الأرقام دي تخرج بره القيمة المطلقة، تخرج بالموجب. فهتكون فعلا بقيمة مطلقة أكبر من إيه؟ من ال16. طيب القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة تكون إيه؟ متساوية ولا مختلفة؟ ها. متساوية.
متساوية. أعداد المتعاكسة يعني مثلا القيمة المطلقة لسالب خمسة، ولما يقول لك القيمة المطلقة لخمسة، القيمة المطلقة لسالب خمسة تخرج بالموجب يبقى موجب خمسة، طب القيمة المطلقة لموجب خمسة ما هتخرج برضو بخمسة، يبقى القيمة المطلقة للأعداد المتعاكسة أهي، بصوا، متساوية. خلاص. طيب كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد نقط أقرب ولا أبعد للصفر؟ لا أقرب، احنا قلنا لما يكون قيمته أصغر هيكون أقرب للصفر. طب كلما كان العدد أبعد عن الصفر كانت القيمة المطلقة إيه؟ أكبر. يبقى لما العدد بيبعد، تمام، يبقى قيمته المطلقة بتكون أكبر، لكن لما بيقرب قيمته بتكون أصغر، لأن كلما قرب العدد من الصفر قيمته بتقل. خلاص. تمام يا عمر كده. ماشي. صفحة 66 واجب مع الصفحة اللي هي القديمة دي، خلاص، علم عليها بقى واجب. تمام. نكمل المرة الجاية إن شاء الله.